في سؤال غريب شوية، لكن حد سألنا عن شعر كيلوباترا وإزاي كان جميل كده. شعر كليوباترا الحقيقة هي كان مكتوب في أحد البرديات الطريقة اللي هي كانت بتهتم بيه بشعرها. الحقيقة هي معروف عنها الاهتمام بالتفاصيل في العناية بالبشرة وبالشعر. اللي اتكتب عنها بخصوص الشعر استخدام زيت الخروع على الفروة وعلى الشعر. بتحط زيت الخروع لمدة ربع ساعة وبعد كده بيتغسل، دي علشان خاطر الشعر يبقى قوي. تاني حاجة كانت بتشطف الشعر بإيه؟ بيبقى فيه مغلي جزء من القشر البرتقان ومغلي جزء من الشمام، وبعدين بنسيبه يبرد وبعدين يتحط عليه خل تفاح ويتشطف به الشعر. خل التفاح معروف إنه هو مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات. دي حاجة كويسة وبتدي لمعة حلوة للشعر، لأن هي بتقلل من المسامية بتاعة الشعر، فالشعر بيبقى ساعتها بيبان إنه هو بيلمع ونضيف.